أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ النهارده الحلقه مختلفه شويه، هنتكلم عن موضوع هو اللي واخد الترند وواخد الكلام في كل السوشيال ميديا، اللي هو موضوع كاس العالم. وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الانتقادات المتعلقة بكأس العالم بالدروس الأخلاقية التي تنم عن النفاق. كاس العالم اللي بدأ امبارح في قطر وشرفنا كلنا، لكن في حاجات عايزين نتكلم فيها، وهي ايه اللي حصل الاسابيع اللي فاتت. الاسابيع اللي فاتت زي ما كلنا شفنا على السوشيال ميديا والاعلام انهم بينادوا انهم يقطعوا كاس العالم، عايزين يقطعوا كاس العالم، مش متخيلين نفسهم ان هم يشوفوا كاس عالم في دولة عربية مسلمة في الشرق الأوسط. أنا مواطن أوروبي، وأعتقد ما قمنا به كأوروبيين على مدار 3000 سنة يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3000 سنة المقبلة. الموضوع بالنسبة لهم زي شبه مستحيل، ازاي ان ده يحصل واحنا فين؟ فشوفنا ان قطر تعرضت لهجوم شنيع في كتير من دول الغرب، على رأسها ألمانيا برضو، مكان أو الدولة اللي أنا عايش فيها. كل الحاجات اللي بتسمعها على السوشيال ميديا حتى في القنوات التلفزيونية حاجات بصراحة وصمة عار. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق. كم عدد الشركات الغربية والأوروبية التي تكسب مئات الملايين هناك في قطر؟ في دولة بتدعي الديمقراطية وتقبل الغير. طبعا ده مش لا ينطبق على ألمانيا بس، ده ينطبق على كل دول أوروبا وكل دول العالم الغربي، ومش قادرة تتقبل فكرة لكن دولة إسلامية عربية في الشرق الأوسط تنظم كأس العالم بالإبهار ده كله. لكن دي حاجة مش جديدة، الناس اللي عايشة في الدول الغربية يمكن تكون تتفق معايا في الموضوع ده، ولكن لو بصيت ودققت في الداخل الغربي، مش في كل الدول لكن كتير منها، هتلاقي إن مفيش حاجة اسمها ديمقراطية. اللي عندهم ده بلح. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ظروف العمال في أوروبا ليست الأفضل. وانت داخل اي دولة غربية، سواء كنت زائر او سائح او مهاجر او لاجئ، سميها زي ما تسميها، بيطالبوك انك تحترم قوانينهم وبيطالبوك انك تحترم عاداتهم وتقاليدهم. ولكن لما هم بيجوا عندك كسياح او كزوار، مش عايزين يحترموا عاداتك وتقاليدك، مش عايزين يحترموا القوانين حتى اللي موجودة جوه بلدك. يعني انت عشان تيجي تعيش عندهم، انت مطالب انك غير قوانينهم وعاداتهم وتقاليدهم، احيانا بيجبروك ان انت تمارس عاداتهم وتقاليدهم تحت مسمى انك لازم تندمج في المجتمع. وعشان الاندماج في المجتمع يكون بشكل صحيح، يبقى لازم تقتنع بكل القضايا اللي ممكن تمس دينك وعاداتك وتقاليدك، لازم تتخلى عنها وتبين حسن نيتك وتعاونك في الحاجات اللي انت سامعها عن التحول الجنسي وغيره وغيره والالوان والحاجات دي كلها، ومواضيع تانية كتير بس مش هنتكلم فيها النهاردة. فبقى واضح ان التصرفات العنصرية بدأت تظهر كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. ولكن الحمد لله نيجي للجانب الايجابي، الا وهو ان قطر امبارح تخطت كل التحديات دي وعملت افتتاح اسطوري، افتتاح يجنن، افتتاح يخلي كل واحد فيهم يخرس ويقفل بقه. ولكن للاسف برضو مع كل اللي احنا شفناه امبارح على الحقيقة في افتتاح قطر لكأس العالم، برضو جوه المانيا هنا ما قدروش ان هم يبينوا لشعبهم في تلفزيونهم كل حاجة حصلت، كل الرسائل اللي موجودة في افتتاح كأس العالم. يا جماعة كل اللي هم عملوه ان هم عايزين يحاولوا يقللوا من الحاجات الإيجابية اللي ظهرت امبارح في الافتتاح عشان ما تأثرش على الناس بالإيجابية. مش قادرين يقتنعوا ويدركوا ان انت الكام ساعة اللي انت بتتفرج عليها على الماتش مش محتاج انك تشرب الكحول. انا قلت في مرة من المرات في فلوج من الفلوجات ان مشكله الغرب، او خلينا نتكلم عن المانيا، ان مشكله المانيا او مشكله المجتمع الالماني انه رابط مدى السعاده بالكحول. الناس بتضحك لما بيشربوا الكحول، الناس ما بتعرفش تضحك من غير ما يشربوا الكحول ويبقوا سكرانين. ناس كتير كده تشوفها في الشوارع، ناس كتير تكون عارفها كده، بيربطوا مدى السعاده بالكحول وشربهم للكحوليات. كمان مش قادرين يتخيلوا ان انت هتسافر لقطر عشان تتفرج على كاس العالم، انت رايح تتفرج على كاس العالم، يعني الباسبور انت عامل قاطع تذاكر وعامل حجز اوتيل واخد فيزا عشان تروح دولة تانية تتفرج على ماتشات لكاس العالم وتشجع بلدك. لكن ربط الموضوع ان انا متحول جنسيا، ولا انا راجل ولا ست ولا الطرف الثالث، ايه دخل ده بده؟ دخلتوا الرياضة في السياسة، مزجتوا كل حاجة بكل حاجة في وقت احنا مش عايزين
منكم غير انكم تتعرفوا على ثقافات الغير زي ما احنا بنتعرف على ثقافاتكم. احنا منفتحين ان احنا نتعرف على ثقافات تانية، وده برضو موجود في ديننا، لكن انتم ما عندكوش القدرة انكم تستحملوا ثقافات تانية مغايرة ليكم وتتعايشوا معاها. المهم نرجع في الاخر ونقول قطر عملت اهم حاجة واعظم حاجة احنا كشعوب عربية بنتمنى ان احنا نشوفها من زمان، من غير ما نبص لمصالح الناس التانية ولا نبص لأي توجهات من الناس التانية. فقطر عملت يا صديقي امبارح حاجات نفتخر بيها لعشرات السنين قدام. اولا خلت مصباح الغانم الشاب صاحب الهمم انه يفتتح كاس العالم مع مورجان فريمان، وطبعا الرسائل اللي كانت موجودة من الآيات القرآنية كانت خير دليل على سماحة اسلامنا، وان ازاي ربنا بيدعونا ان احنا نتعارف على الشعوب التانية ونتآلف بيننا وبين بعضينا. كمان قطر دعت اكبر داعية اسلامي مشهور على مستوى العالم وهو الشيخ زاكر نايك عشان يدي محاضرات عن الاسلام وسماحة الاسلام في اكبر تجمع عالمي في قطر. واخيرا اتقالت صراحة ومن غير اي خجل بمنع الخمور اثناء المباريات ومنع اي انشطة اثناء كاس العالم للمتحولين جنسيا. كمان قطر عملت حاجات كتير عشان تبين سماحة الاسلام وتعرف الناس اللي جاية من كل دول العالم عن سماحة الإسلام وتقاليدنا وعاداتنا العربية. منها إن في كل الشوارع هتلاقي أحاديث نبوية متعلقة على لوحات وآيات من القرآن الكريم. كمان بيتم توزيع كتب إسلامية على كل الزائرين اللي جايين من كل أنحاء العالم عشان يعرفوهم بديننا الحنيف. كمان عاملين في كل أوتيل باركود عشان الناس تتعرف على سماحة الإسلام بكل لغات العالم. وبصراحة وبكل فخر بقولها، الافتتاح امبارح كان حاجة جميلة جدا جدا جدا، وجعت ناس كتير من الغرب العنصري مدعي الديمقراطية. كمان كان في رسائل كتير سياسية واجتماعية لكل العالم تقريبا. ويمكن الحاجة اللي انا شخصيا ما كنتش متوقعها بالفعل ان تم دعوة عدد من زعماء العرب وزعماء الدول الإسلامية للمشاركة في الاحتفالية دي عشان يقولوا لكل دول العالم وكل الغرب المعترض على تنظيم قطر لكأس العالم إن قطر مش لوحدها، احنا كلنا قطر وكلنا عرب ومسلمين وكلنا وراها في الاحتفال العظيم ده، وبندعم قطر عشان يخرج تنظيم رائع زي اللي حصل امبارح في أول تنظيم لكأس العالم في دولة إسلامية عربية في الشرق الأوسط. ولا عزاء للحاقدين، بجد شابوه قطر. فياريت يا جماعة كل اللي يقدر يساعد وينجح التنظيم الجميل ده ويساند في الحدث ده ما يتأخرش. كل اللي بيحصل ده نجاح لينا ولهويتنا وعقيدتنا والإسلامنا. وفي الآخر أسيبكم بقى مع الماتشات، اتفرجوا واستمتعوا، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم. أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع. Welcome and good luck to all.